بقي عندنا من موضوع قاعدة أقوى السببين اجتماع العارض للسكون مع مد البدل. صورة واحدة: اجتماع العارض للسكون مع مد البدل. يعني مثلا لما نقول خاسئين خاسئين، انظروا إلى هذه الياء إين. هذه الياء لو نظرنا إليها مع الهمزة قبلها هذا بدل، لأنه همز ممدود إي. ولو نظرنا إلى هذه الياء مع النون التي بعدها نلاحظ بأن النون سكنت بسبب الوقف، يعني مد عارض للسكون. كذلك الأمر مثلا يراءون أون، لو نظرنا إذا كلمة الذين هم يراءون أون، هذه الواو مع الهمزة قبلها بدل، الواو مع النون بعدها عارض للسكون. البدل يمد بمقدار حركتين، العارض للسكون يمد حركتين أو 4 أو 6. فإن كنا نمد العارض حركتين والبدل حركتين ووقفنا نقف حركتين ونقول مد له سببان: يراءون خاسئين إين. البدل بمقدار حركتين والعارض كان من مذهبي أن أمده حركتين فوقفت حركتين، إذا مد له سببان. لكن لو كان مذهبي أن أمد العارض للسكون 4 حركات أو 6 حركات ووصلت إلى يراءون إلى خاسئين إلى شنآن ووقفت على واحدة من هذه الكلمات أو ما ماثلها، فإنني آخذ العارض وأهمل البدل، لأن العارض إن كان ممدود 6 حركات فهو محمول على اللازم، وإن كان ممدود 4 حركات فهو اعتداد جزئي بالسكون، وكلا الأمرين أقوى من البدل، وكلا الأمرين أقوى من البدل. إذن يراءون خاسئين شنآن ما مثل هذه الأمثلة عند مده وقفا حركتين ماذا نقول عنه؟ مد له سببان. عند مده وقفا 4 أو 6 نقول عارض للسكون وأهمل البدل، عملا بقاعدة أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. وضح الأمر. نختم هذا الكلام باللوحات التالية التي تبين لنا اجتماع العارض للسكون مع البدل. نرى على اللوحة: إذا اجتمع العارض للسكون مع البدل على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا، نحو شنآن. هل رأيتم هذه الألف كيف أن قبلها همزة وبعدها سكون؟ فهي مع الهمزة التي قبلها بدل، ومع السكون الذي بعدها عارض للسكون. كذلك الأمر بالنسبة لحرف الواو في يراءون، الواو مع الهمزة قبلها بدل، ومع السكون بعدها عارض للسكون. كذلك الأمر في خاسئين. واللوحة التالية توضح ذلك. نرى اللوحة التالية: اجتماع العارض للسكون والبدل. إن كان العارض للسكون منفردا يمد بمقدار حركتين، وطبعا البدل حيكون أيضا حركتين، فعند الاجتماع أيضا نمد بمقدار حركتين، ولو سئلنا نقول مد له سببان. إن كان العارض منفردا يمد 4 حركات، والبدل طبعا أكيد حركتين لغير الأزرق عن ورش، فعند الاجتماع سوف أمد 4، وإن سئلت أقول اعتد بالسكون، يعني اعتداد جزئي فهو أقوى من البدل. كذلك الأمر إن كان العارض ممدودا 6 حركات والبدل طبعا حركتين، فعند الاجتماع سأمده 6 لأنه العارض 6 حركات محمول على اللازم، ولو سئلنا نقول اعتد بالسكون، طبعا اعتداد كلي. الفرق بين الحالة الأخيرة والتي قبلها
أن الحالة الوسطى اعتد بالسكون اعتداد جزئي، بينما الحالة الأخيرة اعتد بالسكون اعتداد كلي. بهذا أيها الإخوة نكون قد أتينا على كل الصور والحالات والاحتمالات التي يجتمع فيها أكثر من سبب على حرف مد واحد.